السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا ان انا اعمل فيديو، بس بقى يعني ظروف كده. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم صينية جلاش بالبسطرمة. صراحة تبقى جميلة جدا. باللحمة بقى تعمليها او بالصدوق اللي انت عايزاه. انا الاول كنت بحط رقات وادهن سمنة، يعني ما بين الرقات بس تبقى فيها سمنة كتير. فبقيت بقى بعملها كده. بخرط يعني بعملها نصين. هو النص اللي فوق والنص اللي تحت. باخد نص نص بقى اعمله زي ما انت شايفة كده، وفرطه من بعضه خالص. وبروح حاطه في الصينية زيت ألمونيا بايركس اي حاجة يعني عادي. بتحطي بس في عشان لما تيجي تتحمر تبقى لونها ذهبي كده من تحت. وبحط هحط النص ده كده بعد ما فرطه خالص. وبعد كده هروح هتشوفي بقى الخطوات معايا. بس بجد يعني من بدري كنت يعني من زمان عايزة اعمل فيديو، بس والله يعني ايه، مفيش وقت. وخصوصا ان انا بحب اعمل اعادة التدوير دي بتاخد مني وقت جامد، ممكن يومين عشان اعمل فيديو واحد. ان هو ما اعمله وينشف وما اعرفش ايه. فقلت لا، انا اي حاجة هعملها هنزلها، مش شرط ان انا بقى اعمل اعادة تدوير. عشان بس ابقى يعني ان انا ايه، انزل فيديوهات كتير، لان كتير بيقولوا لي انت بتنزليش حاجات كتير. بقعد بالشهور ما بنزلش صراحة يعني. هنا بقى حطيت، حطي بقى سمنة زيت براحتك. انا حطيت زيت. وهحط النص ده، هو ده نص جلاش. هي اكلة موفرة، هي موفرة جدا وسريعة يعني ما شاء الله، ما بتاخدش اي حاجة وما بتبهدلكش مواعين ولا اي حاجة. إيه يعني عملت كل حاجة، ما بهدلتش غير طبق. وهتشوفوه دلوقتي يعني الحاجات اللي هي اتبهدلت. فممكن يعني بصراحة سريعة، يعني حاجة بقى عايزة تعشي بالليل، حاجة كده سريعة ومش مكلفة. عندك بقى بسطرمة، عندك صدق، اي حاجة بتحطيها حشوة براحتك. ممكن تعمليها حشوة جبن، يعني بتعملي الجلاش وتحطي بقى انواع الجبن اللي انت عايزاها. آه، يعني تبقى طعمها حلو برضو. انا هنا حطيت بقى ايه، اول نص كده اللي هو النص الجلاش نصه بقى. بصي ما ببهدلش اي حاجه في نفس الطبق. طماطمتين بس بالعدد، عشان مش بحب فيها الطماطم كتير. براحتك انتي بقى، يعني عايزه بقى تحبي الطماطم والفلفل والحاجات دي كتير حطي براحتك. انا دوبك حاطه طماطمتين صغيرين وقرن فلفل واحد، وكان حراق يعني ممكن تحطي مثلا، شوفي بقى عايزاها سبايسي عايزاها مش حراقه يعني براحتك. إيه، في نفس الطبق بقى بخرطهم. انا بس بقى ممكن اخرطهم في حاجه تانية عادي، بس انا بعرفك ان ايه، ان انتي يعني مش عايزه مجهود دي، ولا عايزه بقى انك تغسلي مواعين بعديها ولا الكلام ده، لا. نص جلاش ونص لبن بقري او جاموسي براحتك. الحشوه اللي انتي تحبيها، إن كان صدقه او كان بسطرمه. انا كان عندي بسطرمه، رحت بقى جبت نص لبن وكده. ممكن ما تحطيش نص لبن كله، يعني حسب ما هي بيشرب معاكي. انا الاول حطيت، هحط مج كده، وبعد كده احس لا ان هي عايزه تاني هروح حاطه النص كله. بس خرجت كده بقى اللي هي الحشو يعني بتاعها الطماطم والفلفل. كان عندي بسطرمه هقطعها حتت صغيره كده واحطها. وبالصدق بتبقى جميله جدا. إيه وحطيت بقى جبنه تركي مبشوره. ممكن انتي بقى انواع جبنه او موزاريلا او كده براحتك، تكتري وتقللي برضو، دي حاجه ترجعلك. بس انا حاولت على قد ما اقدر اعملها لك اقتصاديه، ان هي مش مكلفه يعني مكلفكيش قوي يعني. ده كده حوالي ب30 جنيه. بسطرمه يعني على قد الصينيه دي مش يعني، بيبقى سمكها رفيع كده ومش بتحتاج حشو كتير. فبقطعها بقى حتت صغيره كده. واروح حاطه فوقيها، ممكن هو المفروض ان انا بجيب زيتون، بس صراحه يعني اولادي مش بيحبوه،
مش برضه احطه. بس هي بتبقى احلى كمان لما تحطي زيتون بقى واللي انت تحبيه. بصي هي سريعة، مش بتاخد حاجة خالص. هي اقطع بقى يعني ان انا ايه بفرقهم عن بعض عشان خاطر يعني تبقى كلها مليانة في نفس الوقت ومتبقاش حتت بقى فوق بعضها. بس كده زي ما انت شايفة هو اصلا اتقطع بسهولة يعني. ولو جمد معاكي شوية ممكن بالسكينة عادي. لو انتوا بقى في طريقة تانية ولا بتضيفوا حاجة بقولولي. بس هي انا جبتلك اسهل حاجة، اسهل طريقة. حتى الحشو يعتبر حتى لو صدق يعني هيبقى سهل برضو لانه بيتقطع ويتحط على طول. بس صراحة هي بتبقى طعمها حلو وسريعة ومش مكلفة في نفس الوقت. انت بقى كتري الطماطم والفلفل دي براحتك. إيه، تحطيهم بقى كده ورشة الجبنة وممكن بقى يعني عشان انا نسيت إيه حبة زيت بس كده على الوش يعني، على وشها كده حبة زيت بس كده عشان خاطر يعني تبقى ايه عاملة من جوه زي الفطير كده. الزيت بينزل في الجلاش كله فتبقى رقات يعني معنى صح. هم بصي حبة ما يسكروش بقى اعملوا لنا صينية عشاء بقى بالليل براحتك. بس هي ما شاء الله مش يعني هي يدوبك على قد فردين يعني مش اكتر إيه. لا بس لو انت بقى واكله وعايزه تعملي يعني حاجه كده بالليل هتكفي ما شاء الله. الجبنه المبشوره حلوه ان هي تبقى مبشوره حتت صغيره كده. بجيبها جاهزه يعني. ف بتبقى في كل الصينيه كلها. اما بتسيح بقى بتدي لها طعم. برضو كتري او تقليلي او ما تحطهاش خالص برضو براحتك. هعمل نفس النص زي ما عملته. انا بقسمها في الاول نصين عشان ابقى عارفه يعني ايه يعني يبقوا فوق زي يعني سمك فوق زي سمك تحت. فبقسمها مش بخرطها كلها على بعضها وبعد كده اخد لاني مش هعرف ايه يعني اوزنها كويس. فبخلي نص فوق النص اللي فوق مثلا اللي تحت بخرطه الاول بعمله كده وبعد كده بقى بعمل النص التاني. هعمله زي الاولاني برضو ان انا يعني كده كاني ايه بفرطه من بعضه كله. ان هو بيبقى رقات ماسكه ببعضها فبيتفرط من بعضه كله. ده احلى كتير من انك تعمليه رقات فوق بعضها. وبرده بيمسك في بعضه يعني انت بعد كده لما بتخرطيه بيبقى كله ماسك في بعضه مش بتبقى حتت بقى خلاص بيبقى عشان هو بيشرب اللبن. فبيبقى كله ماسك في بعضه ما شاء الله. ما هي دي بس سهله ليكي سريعه وبتاخدش زيت ياما و... وبيبقى طعمها حلو برضو هيها يعني. إيه لو عجبكم الفيديو ان شاء الله بعد ما يخلص يعني اشتركوا في القناه لو مش مشتركين وفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكوا اي فيديو انزله. لاني باذن الله يعني بفكر كده انزل مثلا روتين. مش شرط روتين بس يعني اي حاجه انا عايزه اعملها عايزه انزلها. إيه روتين مثلا عملت اكله سريعه زي ديت. إيه اللي هي اعاده تدوير زي ما بحب عشان اعاده تدوير ان شاء الله يعني بحبها جدا. فبرضو منين ما اعمل اي فيديو عشان في فيديوهات عملتها اي قصدي في حاجات عملتها بس ما صورتهاش. كنت يعني ايه مش مزاج ساعتها. ف... فان شاء الله برضه اي حاجه هعملها في اعاده تدوير او كده هبقى اصورها. هي بس اعاده تدوير بقت يعني ايه مشكلتها معايا ان هي بتاخد وقت كتير يعني عايزه افضى شويه. الفيديو الواحد بياخد وقت كتير.
فعشان كده بعمل على مراحل متباعدة. لكن انا لو ان شاء الله اي حاجة هنزلها هبقى اعمل لكم ريفيوهات على حاجات انا جبتها، إيه حلوة او مش حلوة في استخدامها ان شاء الله يعني. هحاول ابقى متواجدة باذن الله. إيه الصينية دي طبعا مغسولة، يعني انا بعمل عليها عشان يعني عشان هي الحمد لله مغسولة وكل حاجة. إيه فالحمد لله حاجتي نظيفة، يعني بحب اصلك انا اهم حاجة عندي النظافة. فبصي بقى هحط في المج ده إيه الاول هملاه كده، شوفوا يعني هتاخد قد ايه، يشرب قد ايه، بس هحس ان ايه محتاج تاني. هحط بقى النص كله، يعني نص جلاش على نص لبن بقري او جاموسي براحتك. والحشو بقى اللي انت تحبيه، كتري تقللي، تعملي مثلا عصاجي لحمة، اي حاجة بقى. انا هنا بس بوريكم على غسالة كده عشان انا شلت الرخامة اللي عندي صراحة في المطبخ، ففي بس الرخامة اللي هي بتاعت الحوض بس. فقلت بقى ايه عادي يعني، الغسالة مش هتضر يعني. ربنا بقى يوسعها علينا وعليكم ان شاء الله. هنا حطيت اللبن وشوية ملح، عشان ما احطش طبعا ملح خالص الا في اللبن، وسبع بهارات وحبة فلفل. وما احط رشة زيت بس عشان خاطر برضو لما اللبن ينزل يعني يختلط برضو مع الزيت، فهي تشرب لبن وزيت تبقى ايه، متبقاش يعني تبقى رقات، متبقاش معجنة كده ببعضها. بس انا كده هحط اللبن. ممكن بقى تحطي بيضة من فوق، او بيضة اصلك عليها ذات نفسها على اللبن يعني، وتقلبيهم ببعض. بس انا صراحة يعني ببيضة او غير بيضة هي اصلا ما شاء الله بيبقى طعمها حلو. فبما ان يعني الحاجة ما شاء الله كلها غلت، فبحاول على قد ما اقدر الحاجة اللي مش هتضيف لها طعم ما بحطهاش يعني عادي، وانتي وراحتك. ده بقية النص بقى هحط عليه حبة زيت واقلبهم. هي اكلة بسيطة بس يا رب تعجبكم، هي طعمها ما شاء الله جميل. إيه عشان طبعا انا بنزل الفيديو بقى بعد ما بدوقها بقى وكده، بس انا مش اول مرة اعملها يعني، بس بيبقى طعمها حلو. ولا بتاخد كمان وقت في الفرن، يا دوبك بتحطيها من تحت خالص، يا دوبك تحسي ان هي اتحمرت من تحت تروحي رافعاها على الشوايه. لان هو الجلاش اصلك ما بياخدش طياب، هو طيب. وال والبسطرمه وكده يعني. هدخلها بقى الفرن، وهوريكي بقى دلوقتي الحاجات بقى اللي انا بهدلتها هي ايه اصلا. هو بس اللي انا غسلته يعتبر هو الطبق، بس انا هوريكي بهدلت ايه، لان أنا ما بهدلش حاجه خالص. يعني لو حد بقى جالك فجأة كده وعايزه حاجه سريعه، هي حلوه صراحة. دي من ضمن الاكلات السريعه اللي تنجزك يعني، وفي نفس الوقت ما تبهدلكيش. بس حبة بقى الجبنة كده بحط عشان تبقى لونها ذهبي ومديه وش وخلاص. بصي حطيتها من تحت وولعها من تحت ومن فوق. هي دول اللي هي بهدلتهم. بس انا غسلت الطبق بس اللي كنت خرجت فيه. ايه بس هغسله بقى معاكم. ايه انا اول مرة بقى اعمل انزل يعني روتين ان هو مثلا ايه، اغسل مواعين مش عارفة ايه. بس حابة يعني، انا حابة الموضوع في حدود طبعا يعني. وكمان عشان انا في حاجات يعني عاملاها مثلا في شقتي، في منظمات، في حاجات ممكن يعني ممكن تفيد حد. وبالذات بقى تفيد حد لو هو مثلا ايه،
مش في مقدرته يشتري حاجات ينظم بيها او اي حاجة، ففي يعني حاجات بديلة احسن كتير من انك بقى تشتري والكلام ده. مش كل الناس يعني معاها ان هي تشتري بقى حاجات منظمات. إيه، انا بحاول على قد ما اقدر، بس ان انا الحاجة اللي انا ينفع اعملها وما اشتريهاش اعملها يعني عادي. بس هي ده اللي بهدلته. خلصته بقى، غسلت الحوض وغسلت الرخامة. ده بعمله بعد كل مغسل مواعين. والصفاية دي بغسلها برضو، بس هي كانت نضيفة. إيه، والحنفية. الحاجات دي اما تعمليها اول باول بيبقى دايما المطبخ نضيف، ومش بتاخد منك وقت كمان، غير اما بتسيبي مثلا الحاجة تراكم عليها يعني حاجات وكده، بتيجي بقى تنضفيها، بتاخد وقت معاكي ومجهود وكده. فلا، اما تعملي كده ما بتاخدش معاكي وقت. الليفة دي حلوة، بس طبعا هاتي الأصلية، لأن ديت حتى دي غشوها يعني. بقت السفنج بتاعها يعني يدوب بسرعة، مش سفنج جامد يعني. مش زي أول ما طلعت الصراحة، بقالي كام سنة بستخدمها، بس أول ما طلعت كانت أحسن كتير من دلوقتي طبعا. قولولي بقى لو حابين الروتين معايا. أنا في ناس كتير حابة الروتين قالت لي يعني. لو حابين الروتين معايا قولولي. وقولوا لي بقى افكار كده، انا عندي افكار كتير اعاده تدوير اعملها، بس مشكلتها في الوقت. بس ان شاء الله هعمل لكم كفر مروحه باذن الله. كده كده احنا خلاص مش هنستخدم مروحه بقى ان شاء الله الا في الصيف. ف بس انا عندي بيبي صغير لسه، فبس ان شاء الله هعمل باذن الله. بس كده ما بياخدش وقت. و... واللي هعمل بقى البوتاجاز، كنت مسخنه عليه عيش، فمطرح بقى ايه الرده بتاعت العيش والحاجات دي بتبهدل البوتاجاز صراحه. بس انا يعني عشان انا ما كنتش مرتبه ان انا اعمل يعني ده. إيه، كان بيبقى كل همي ان انا اخلص الاكل واغسل مواعين على طول. ساعات بنسى البوتاجاز بروح اعمله تاني. ف اهو بصي. بس طبعا المطبخ الحوض برضو مش هيتبهدل. هو بس يعني كده كده مغسول، فهكب فيه ميه بعد ما بخلص وخلاص. بصي حتى البوتاجاز ما شاء الله بيبقى نظيف طول ما انت ايدك فيه يعني. اي حاجه تتكب عليه اعمليها. بلاش الورق الفويل اللي بتحطي دوت، مش بيبقى حلو يعني. كده كده بتمسحيه وبتغسليه، فانتي اغسلي البوتاجاز احسن يعني. إيه، انا على طول بعمله بعد كل اكل، حتى ساعات بعمله الاكل على النار يعني. بنقل الحاجه اتكبت عليه، بنقل مثلا الحاجه على عين تانية وامسحه، وبعد كده هرجعها تاني. طبعا انا باخد دول اغسلهم تحت الحنفيه، بس هم عشان يعني مش متبهدلين قوي. بدعكهم كده دعكه سريعه، وانا بعمل البوتاجاز. إيه، بصي الحته السمرا اللي هناك دي اللي هي جنب العين الصغيره. هو ما شاء الله البوتاجاز ما شاء الله يعني بقاله 13 سنة من جوازي يعني. فما شاء الله يعني كان حلو وكويس وكل حاجة. ف فجأة لقيته بيولع من تحت، فانا ما كنتش واخدة بالي. فلاقي اللي هي الصاجة دي، يعني هي الستانلس اللي فوق دي بتسخن جامد. وانا ببقى فاكرة اقول ايه يعني، كل ما كنت اجي اولع الشواية اتاريها بتلقط نار، وانا مش واخدة بالي. فكل ما اولع الشواية الاقيها تسخن جامد جامد، فاقول يمكن عشان الشوايه قايده. لقيت بقى الحته دي بتسود جامد، كل مدى بتسود اكتر. اكتشفت ان هي بتولع نار. كان في تسريب يعني، غاز من عيونه كده، كان بيلقط نار لما ولع الشوايه. فطبعا ان شاء الله ربنا يجيب لهمش حاجه وحشه يا رب، بس خلي بالكم لو لقيتوا حاجه زي كده ما تستهونوش بيها يعني.
انا ربنا استرها معايا الحمد لله. ولما لقيتها تسمرت خالص جبت واحد شافه، فطلع ان هو ان كان في تسريب غاز من العيون. فبس هي بقى من بقالها حوالي سنتين اهي مش راضيه تنضف خالص. هي كده نضفت عن الاول اللي كانت سمرة خالص، بس برضو يعني مش راضيه تطلع. انا ساعات بلمع البوتاجاز برضو مش بحاجات اللي انا اقولك بقى لازم تشتري حاجات البوتاجاز مخصوص مش عارفه ايه. في حاجات مايوي حلوه كنت بستخدمها وبقيت بقى بستخدم حاجه اسمها مذوب دهون، بيجي من عند اي منظف، اي بتاع منظفات، هو سايب ما شاء الله عليه حلو جدا، بعمل بحاجات كتير يعني. او ممكن نقطه كورول صغيره بتلمعي بيها، بس اللي انا هعمل بيه دلوقتي ده مذوب دهون. بصي العيون انا ما غسلتهاش بقالي فتره يعني، لما باجي امسح البوتاجاز بعملها زي ما بوريكي كده. لكن الغسله بقى يعني لما باخدها تحت الحنفيه بقى وادعكها جامد، اما بحس ان هي ايه كب عليها حاجه ولونها اتحرقت مثلا مش عارفه ايه كده. هي كانت لونها بتلمع اكتر من كده عشان هي ألمونيا، بس للاسف يعني مره اول من فتره يعني كده كنت فاكره ان الفلاش هيلمعها اكتر بما انه بيلمع الارضيات، فللاسف عملتها بفلاش كان مسود جدا. ده هي كده يعني بقت الحمد لله نعمه. وان شاء الله لما اغسلها تحت الحنفيه كمان لو انا صورتها يعني هتلمع اكتر. فاوعوا يعني تجيبوا الفلاش ناحيه اي حاجه غير البلاط، عشان برضو انا جربته مره على يعني كنت مجرباه بقى على العيون البوتاجاز وكمان الحوض. خلاه كان عايز يعني حاجه مش عارفه حاجه عايز ايه عشان ينضف. قعد فتره اكتر من سنه عشان ينضف يرجع تاني بيلمع زي الاول. هنا بقى مكان البخار بيعلم كده في الازاز، فبرضو بتمسحيه بالمره. انا بقى بشطف السفنجة دي على فكرة اللي معايا دي مش حاجة برضو شاريها مخصوص. في مساحة كده بتتعصر كانت عندي ديت بديل بتاعها، فالمساحة اما باظت وخلاص مبقيش استخدمها، كان عندي البديل دوت مكنتش استخدمته، فما كنتش عارفة اعمل بيه ايه. فجا في دماغي كده ان انا ايه اقصها اتنين. بس بسم الله ما شاء الله طلعت فكرة ممتازة جدا. عايزه اقول لك بقى انا مخليه يعني مخليه جزء امسح بيه اي عفش المابوليا يعني والحاجات دي والخشب. ما شاء الله ما بتسيبش اي بقى وبره ولا اي حاجه، بتلمع كل حاجه ما شاء الله. لانها هي منها سفنجة ومنها ما بتنزلش اصلا اي حاجه. يعني حلوه للي مثلا حلوه للي عايز على فكره بتتباع كده لوحدها، بديل يعني للمساحه. فانت ممكن تجيبيها كده وتقسميها اتنين، وتخلي مثلا جزء للمطبخ وجزء للشقة بره تمسحي بيها اي حاجة. حتى لو كب شوية مية في ثواني ما شاء الله يعني بتشفط المية. بتلمع الحاجة تلميع ممتاز زي ما انت شايفة كده، ما بتخليش اي بواقي اي حاجة. عكس بقى الفوط، عكس اي قماشة، عكس اي قماشة مثلا بتستخدميها مثلا في المطبخ، دي حلوة. وفي واحدة تانية برضو انا بستخدمها اللي هي طبعا كلكم عارفينها اللي هي بشراشيب دي، مش بشراشيب اللي هي مساحة الباركيه دي، ما شاء الله برضو دي جميلة. بس دي انا بستخدمها للحيطان، ساعات برضو بستخدمها ان انا امسح بيها الخشب وكده. وبمسح الازاز بقى معايا من جوه ومن بره. على فكرة انا كنت بعمل وانا مشغله الفرن اصلا، يعني انا بحب اعمله وانا مشغله الفرن عشان خاطر ما شاء الله بينشف بسرعه. ما بيجيرش يعني ما بيبقاش بقى مطرح مكان الميه، عشان كده ما نشفتوش بحاجه ناشفه عشان هو اصلا سخن. فانا بمسح وما شاء الله بينشف على طول. كل ده عبل بقى ايه الصينيه، ما طبعا انتوا نسيتوا الصينيه كل ده عبل بقى ايه الاكل ما يطيب يعني. انا في العادي بعمل كده على طول. فيا ربي هو فيديو بسيط بس يا ربي يفيد حد ان شاء الله هيفيد، لان انا عن نفسي بستفاد من غيري، يعني احنا كلنا بنستفاد من بعض.
ممكن انا اكون بعمل حاجة حد يعجبه الفكرة ياخدها. غيري مثلا انا بحب اتفرج على يعني قنوات اجنبية، ما شاء الله بيبقى عندهم افكار وحاجات كويسة، وانا بموت اصلا في اعادة التدوير. فبحب كل حاجة اعملها بنفسي. بحب اي حاجة استبدلها مثلا يعني اعمل ما اعادة تدوير او كده، يعني استخدم لها اعادة تدوير. هنا شطفت بقى خلاص الحوض، ما شطفته بس بمية وخلاص. وهنا الصينية خلصت. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وجربوها ان شاء الله تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.